اكيد عدى قدام عينك قبل كده فيديوهات زي دي، واكيد برضه سالت نفسك هي الفيديوهات دي عباره عن ايه؟ وحتى لو عارف فاكيد سالت نفسك هي بتتعمل ازاي؟ وهل فعلا ممكن اتعلمها؟ انا اسمي بدر دياب، ارت دايركتور وفي اف اكس ارتست بخبره شغل وتعليم اكتر من 12 سنه. اشتغلت في مشاريع مختلفه، منها اللي كان في الافلام وفي الاعلانات، ومنهم كتير كمان اللي كان فريلانس. ودايما بحب اشارك خبرتي مع ناس شغوفه زيكم، وان شاء الله هحاول اجاوبك على الاسئله دي عن طريق ان هقدم كورس بنقل فيه تجربتي وخبرتي والحاجات اللي انا اعرفها في المجال ده، وهيبقى اسمه سيكريتس اوف في اف اكس. طيب تعالى في الاول كده نعرف الفي اف اكس ده عباره عن ايه. الفي اف اكس هو فن صناعه المؤثرات البصريه، يعني كل الجرافيك والحاجات اللي انت بتشوفها وتحس ان هي حقيقيه وفي نفس الوقت انت عارف ان عمرها ما تكون حقيقيه، هو ده بالظبط اللي اسمه في اف اكس، وبيستخدم في حاجات كتير جدا. طب انت عارف ان حوالي 80% من الاعلانات اللي احنا بنشوفها النهارده فيها في اف اكس، وحتى اكتر من 90% من الافلام العالميه بتعتمد على الفي اف اكس بشكل اساسي. الارقام دي مش مجرد احصائيات، ده دليل على قد ايه المجال ده بقى اساسي، ومش بس في هوليوود وفي الانتاج الضخم، لا ده كمان في الاعلانات اللي احنا بنشوفها يوميا على السوشيال ميديا. وده معناه انك مش بس ممكن تقدر تتعلمه، لا ده انت ممكن كمان تخلق لنفسك فرصه جديده، سواء كنت مصمم جرافيك او صانع محتوى او حتى مخرج مبتدئ او حتى حد هاوي ومهتم يعرف الحاجات دي بتتعمل ازاي. الكورس ده انا بعتبره ان هو رحله هناخدها مع بعض، هنكتشف فيها ايه هي الاسرار اللي ممكن تكون في المجال ده والحركات اللي بيعملوها عشان نطلع مع بعض الشغل ده. فممكن نقول بمعنى اصح ان دي رحله هتعلم وهعلمكم معايا. وانا في الكورس ده ركزت على انه بعد كل درس او بعد كل فيديو تطلع بنتيجه ملموسه تقدر تشاركها مع الناس اللي تعرفهم عشان توريهم انت وصلت لفين، مش مجرد شويه معلومات تاخدهم ومش عارف تستخدمهم ازاي. وكمان ده هيساعدك ان انت تلاقي فرصه كويسه لو كنت عاوز تشتغل في شركه او في استوديو، او حتى ممكن تكمل كفريلانس. مهم قوي هنا اقول لك حاجه قبل ما نبدا، الكورس ده مش معمول للناس اللي لسه بتحاول تبدا 3 دي، او بمعنى ادق الناس اللي بتحاول تبدا في بلندر. هو موجه لاي حد عنده خبره بسيطه او معرفه مبدئيه بالادوات جوه برنامج بلندر. طيب لو انت لسه بتبدا رحلتك مع بلندر ومحتاج تعرف الاساسيات، ما تقلقش، انا عامل كورس على القناه عندي على يوتيوب اسمه بلندر انلوك، بشرح فيه البرنامج من الصفر وبطريقه سهله وسلسه عشان تبدا تتعلم بسرعه، وبعدين تيجي معانا هنا في الكورس ده عشان تبدا تطبق وتطلع معانا شغل زي اللي انت شايفه ده، ونتعرف مع بعض على اسرار الفي اف اكس الحقيقيه. عارف ان كان في ناس مستنيه الكورس ده ينزل بفلوس، وكانت بتسالني كل شويه امتى هتصوره وامتى هنقدر نشتريه، بس انا قررت في النهايه ان انا اعمله وانزله على يوتيوب. ليه؟ عشان قلتها قبل كده، زكاة المال بعض المال وزكاة العلم كل العلم. فلما العلم يتشارك ويتعلم لحد تاني وتكون سبب في انك تغير حياته او تكون سبب في زيادة مصدر دخل لشخص تاني، صدقني دي احسن تجارة ممكن تعملها مع ربنا. فسواء انت مقتدر او غير مقتدر فالكورس ده معمول ليك. وبس كده، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتستنوا فيديوهاتنا اول باول، ويلا بينا عشان نبدأ الرحلة، وصدقني هتتبسط. طيب خلينا في الاول كده نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا في المصطلحات. احنا عندنا حاجه اسمها سي جي اي وعندنا حاجه اسمها في اف اكس. السي جي اي هو اختصار لجمله كمبيوتر جنريتد ايمجري، ودي بتكون كل حاجه فيها معموله ديجيتال، كل حاجه معموله فيها على الكمبيوتر، كل حاجه معموله فيها جوه الجهاز من اولها لاخرها، زي الموديلنج والتكتشرنج واللايتنج والشيدنج والريندرنج، كل حاجه معموله جوه الكمبيوتر بما فيهم كمان الاضاءه والحركه. اما الفي اف اكس هو اختصار لفيجوال افكتس، وهو دمج العناصر اللي احنا عملناها على الكمبيوتر مع فيديوهات حقيقيه عشان نقدر نعمل التأثير البصري الواقعي اللي انت بتشوفه، زي الامثله اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي كده. ده هيكون الفرق ما بين الاثنين، عشان بس تبقى حاجه مهمه قوي انه لما نيجي نتكلم عن الفي اف اكس او لما نيجي نتكلم عن السي جي اي، طالما قلنا سي جي اي يبقى زي ما اتفقنا كل الحاجات اللي معموله فيها هي معموله جوه الكمبيوتر. اما الفي اف اكس هو دمج ما بين ال 3 دي او الحاجه اللي معموله على الكمبيوتر وفوتج حقيقيه، واحنا بالمناسبه هنتكلم عن الاثنين في الكورس بتاعنا. طيب ليه الفي اف اكس مهم؟ خلينا متفقين ان لو انت بتقدم خدمه او بتقدم سيرفيس او بتقدم اي حاجه لاي شركه، الشركه دي هدفها الاول والاخير هو الماركتنج، او خلينا نقول بمصطلح اعم واشمل هو جذب الانتباه، ان هو يخلي الكلاينتس او يخلي الناس تبدا تتفرج على الحاجه اللي هو بيقدمها بشكل كبير. خلي بالك الفي اف اكس ما بقاش متواجد بس في الافلام الضخمه او الافلام عموما، لا موجود كمان في الاعلانات وفي الفيديوهات اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا. شركات كتير بتستخدم التقنيه ديت عشان خاطر تزود من فكره جذب الانتباه اللي انا كنت بقول لك عليها. لان في النهايه انت حط نفسك كده مكان الكلاينت، انت لو بتتفرج على فيديو عادي او بتتفرج على حاجه عاديه مش هتشد انتباهك قوي، انما لما تلاقي حاجه زي اللي انت شايفها قدامك دي بتشد انتباهك اكتر، دي بتثير فضولك اكتر ان انت تتفرج وتشوف هي الحاجه دي ممكن تكون اتعملت ازاي. خلي بالك انت بتبقى عارف ان الحاجه دي مش حقيقيه، بس بتبقى عينك مصدقه اللي هي شايفاه من كتر التفاصيل اللي موجوده، وده طبعا اللي بيفرق
بتفرق ما بين الفيديو الشاطر او الفي اف اكس الكويس والفي اف اكس اللي مش كويس، او الفي اف اكس اللي متعوب على تفاصيله والفي اف اكس اللي ممكن يكون متكروت. طيب ايه الادوات اللي احنا هنستخدمها في الكورس بتاعنا؟ احنا هنستخدم مجموعه من البرامج والمواقع، اهمهم هيكون برنامج بلندر وبرامج مساعده ليه زي افتر افكتس او ادوبي بريمير، بس الاعتماد الاساسي والاكبر هيبقى على بلندر. وبالنسبه للمواقع هنستخدم مواقع كتير زي بيكسلز وبولي هيفن ومواقع تانية كتير برضه هنبقى نتكلم عنها بالتفصيل لما نوصل لها. طيب نيجي بعد كده بقى لازاي اختار فكره الفيديو. الفكره تعتبر اهم حاجه في البروجكت كله، لازم تبقى مناسبه لخبرتك الحاليه وامكانياتك. يعني خلي بالك الفي اف اكس هو سحر وهيخلي دماغك تبدا تفكر في حاجات حرفيا ممكن تكون ما خطرتش عليك في احلامك حتى، بس من كتر ما انت بتشوف حاجات ممكن تكون بتتنفذ قدامك دماغك هتبدا تسرح وتفكر في افكار كتير. مهم قوي هنا ان انت تشوف امكانياتك ايه وايه اللي انت تقدر تنفذه، لحد ما بالممارسه والمذاكره والتعلم هتبدا ان انت تعرف تنفذ كل الافكار اللي انت بتشوفها دي. نصيحتي ليك ان انت تبدا تتفرج على بنترست وتتفرج على الانستجرام وتتابع ناس بتعمل حاجات كتير في المجال دوت، لان دوت هيزود عندك المخزون البصري لحد ما تشوف انت امكانياتك قد ايه قدام الفكره اللي انت محتاج تنفذها دي. ودايما فكر في حاجه تكون بتجذب الانتباه، فكر في حاجه تكون بتشد عين المشاهد. مش شرط تكون الفكره نفسها هي اللي واو، ممكن يكون تنفيذها هو اللي واو، ممكن تكون الافكت اللي انت بتحطه فيها هو اللي بيشد الانتباه، ممكن يكون تفاعل جزء معين او شخص معين جوه الفوتج هو اللي بيشد الانتباه. لما تتفرج اكتر على امثله كتير زي اللي انا بعرضها لك ديت هتفهم اللي انا بقول لك عليه، ومع الممارسه والتكرار الكتير هتبدا توصل عندك الحته دي. باختصار حاول ان انت تستغل وقت كفايه في ان انت تحدد الفكره الاساسيه للبروجكت بتاعك، لان هي دي اللي هيتبني عليها كل حاجه بعد كده. طيب بما اننا اتكلمنا عن الفكره بقى، فاكيد هنيجي بعد كده للمرحله اللي بعدها الا وهي الفوتج او الفيديو الاساسي اللي انت المفروض بتشتغل عليه. وهنا عندنا جزئين. الجزء الاول لو انت مش هتصور الفوتج بتاعتك اللي انت هتستخدمها، ففي مواقع زي بيكسلز وفي شاتر ستوك وحتى كمان يوتيوب، في مواقع كتير جدا تقدر ان انت تخش تسيرش عليهم على الحاجه اللي انت محتاجها وتنزلها وتشتغل عليها. بس يعني ما وعدكش ان انت ممكن تلاقي كل حاجه، لانه المواقع دي بتبقى محدوده شويه في حته اللايتنج وفي حته البرسبكتيف اللي هي بتصور بيه والاسبكت ريشيو وكده، هتتعب شويه على ما تلاقي حاجه. بس بالنسبه للمذاكره اعتقد ان ممكن تكون كفايه. اما للفكره اللي في دماغك فنيجي هنا للجزء الثاني، الا وان انا بنصحك ان انت لازم تصور الفيديو بتاعك وتصوره بايدك، لان الموضوع مش محتاج اكتر من موبايل. لو موبايلك كاميرته كويسه فتقدر ان انت تصور الفوتج بتاعتك، وهو الموضوع بسيط. انت بتمسك الكاميرا بتاعتك او الموبايل بتاعك وبتصور باعلى ريزوليوشن ممكن تقدر تاخده، وكمان مراعاه الاضاءه في المكان اللي انت ممكن تكون بتصور فيه. حاول بقدر الامكان ان انت تصور في مكان تكون الاضاءه فيه واضحه، تكون الشمس فيه موجوده، يكون الشادوهات موجوده على الارض عشان تعرف اتجاهات الاضاءه بتاعتك عامله ازاي. حاول بقدر الامكان ان وانت بتصور تاخد فيديو 360 درجه للمكان بتاعك عشان تعرف الانفايرمنت كان فيها ايه. وكمان حاول بقدر الامكان تبعد عن الفيديوهات اللي فيها ديستورشن شديد، زي الفيديو اللي انت شايفه قدامك ده. الخطوط بتاعته بتلاقيها فيها ميلان جامد كده في الاطراف، ده بيضايقنا كتير واحنا شغالين في فكره التراكنج او ان انت تحط العناصر على فيديو زي ده. فحاول بقدر الامكان ان انت تصور او تستخدم فوتج تكون ما فيهاش ديستورشن كتير. وكمان حاول بقدر الامكان تكون الحركه بتاعتك بسيطه وسهله في الفيديو، خصوصا في البدايه عشان تسهل على نفسك فكره ان انت تعمل الفيديو. فكره زي الجيمبل او الاستابلايزر ممكن تستخدمها على الكاميرا او على الموبايل بتاعك، هتسهل من ان الموبايل بتاعك ما يكونش بيتهز هزه شديده، وده هيساعدك في ان الفيديو بتاعك يكون ستيبل وجميل. وفي شويه تريكات تانية بقى هنبقى نتكلم عنها في المشاريع اللي احنا هنشتغل فيها قدام مع بعض. طيب هنيجي بعد كده بقى لحاجه مهمه قوي، الا وهي تنظيم الملفات. يعني ايه تنظيم الملفات؟ حاجه من ضمن المشاكل اللي بتقابل اغلب الناس اللي بتشتغل في اي مجال ليه علاقه بالجرافيك او بالفي اف اكس او عموما اي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر، هي فكره تنظيم الملفات. ناس كتير بتعمل فاينل وفاينل وتعمل نيو فولدر وتسيبه وما تسميهوش. صدقني المجال بتاعنا ده اخر مجال ممكن تفكر فيه ان انت تشتغل بعشوائيه، لان في ناس اعرف ضيعت على نفسها فلوس كتير جدا وعملت لنفسها مشاكل كتير جدا بسبب فكره قله التنظيم دي. ملفات بتضيع وتعديلات للكلاينت ما بتعرفش توصل لها وحاجات كتير قوي. فخلينا نتفق الاول كده على ستراكشر معين، ده هيساعدنا في ان احنا ننظم ملفاتنا ونخلي كل حاجه تبقى ستيبل، ولما نحتاجها نعرف نوصل لها. وكمان هيساعدنا في فكره الكراش، وهنعرف يعني ايه كراش كمان شويه. اول حاجه اي بروجكت هيجي لنا او اي فكره هنبدا نعملها او اي حاجه هنبدا نشتغلها ليها علاقه بالمجال بتاعنا ده، اول حاجه احنا هنعمل لها نيو فولدر. النيو فولدر دوت هنسميه ازاي؟ هنسميه مثلا اول حاجه هيبقى 00 عشان ده اول بروجكت لينا، وهنسميه باسمه. يعني تعالى نفترض مثلا ان انا البروجكت بتاعي ده هيبقى اسمه روك، فهسميه هنا روك، يبقى انا كده اسمه 00 روك. طيب عندي بروجكت تاني هيبقى فيه بروجكت بعده، هعمل كده هيبقى 01 مثلا، ده هيبقى اسمه لاند مثلا، فهسمي ده لاند. فكده ايه اللي حصل بقى؟ عندي بروجكت واحد بروجكت اتنين. لو حطيت الاثنين دول مع بعض جوه مثلا في اف اكس بروجكتس، لو حطيت الاثنين دول جوه فولدر واحد اسمه في اف اكس بروجكتس وجيت دخلت جواه هلاقيهم مترتبين بالشكل ده. كده احنا حافظنا
يحافظنا على الترتيب بتاع البروجكتس بتاعتنا من الاقدم للاحدث، وكمان ما يحصلش معانا اي لخبطه. طيب جوه كل بروجكت بقى هنعمل ايه؟ مثلا نفترض ان عندنا بروجكت روك دوت، هنخش جواه هنعمل 5 فولدرات جواه. يبقى اول حاجه هيبقى الداونلود، بعد كده هنحط بعديه 02 blend فايلز، بعد كده ثالث واحد هنسميه تيست ريندر، بعد كده رقم 4 هنسميه ريندر هنعرف الفرق ما بينهم، رقم 5 هنسميه ديليفرد. ايه ال5 دول بقى؟ اول حاجه داونلودز ده احنا هنحط جواه اي حاجه احنا نزلناها، سواء اسيتس او فايلز او لوجوز او صور او اي حاجه احنا ممكن هننزلها من على النت او هناخدها من حد، هنحطها جوه الفولدر بتاع الداونلودز ده. فمعنى كده ان احنا هنعمل ايه؟ هندخل على الداونلودز وهنحط جواه فولدر تاني هنسميه 01 هنسميه فوتجز، ده هنحط فيه الفوتجز او اي سيكونس احنا هنجيبه. بعد كده عندنا 02 اي تكتشرز هننزلها من على النت هنحطها في الفولدر ده. بعد كده عندنا اخر حاجه 03 هيبقى فولدر الاسيتس، اي موديل 3 دي هننزله او اي اوبجكت 3 دي هننزله هنحطه جوه الفولدر بتاع الاسيتس ده. كمان ممكن نحط فيه اي حاجه ليها علاقه بالاتش دي ار اي او عموما اي اسيتس ممكن هننزلها من على النت نحطها في الفولدر ده. ده بالنسبه لاول واحد الداونلودز. طيب بلند فايلز بقى، بلند فايل ده بقى هنحط فيه الفايلات اللي ليها علاقه ببلندر نفسه. فهنحط فيه اول حاجه 01 هيبقى تراكنج، الفايلات بتاعت التراكنج او الفايل اللي احنا عملنا له تراكنج للبروجكت بتاعنا هنحطه جوه الفولدر ده. بعد كده هيبقى عندنا فولدر اسمه وركينج فايلز، ده بقى هيبقى الفولدر اللي فيه الحاجات اللي ليها علاقه بالشغل او اغلب الشغل او 90% من الشغل بتاعنا هيبقى جوه الفولدر ده. اخر حاجه هيبقى عندنا كومب فايل، دي هيبقى الفايلات اللي ليها علاقه ببلندر او دوت بلند بس ليها علاقه بالكومب. هنفهم الكلام ده كله قدام شويه. بعد كده بيبقى عندي التست ريندر ما بيبقاش فيه جواه اي فولدرات. بعد كده عندي هنا في الريندر الاساسي. الريندر الاساسي بقى هيبقى عندنا اول حاجه الحاجات اللي ليها علاقه بالسي جي او ال 3 دي الريندر الاساسي. بعد كده هيبقى عندنا الفولدر الثاني هيبقى ليه علاقه بالكومب الريندر الكومب. بعد كده ثالث حاجه هيبقى ليه علاقه بالبي ار او اختصار بريمير عشان خاطر لما نيجي نحط الصوت على الفيديو بتاعنا. هنا الريندر دوت ممكن يزيد فيه حاجات شويه، لو عملنا حاجه على افتر افكت مثلا هنحط فولدر بنسميه اي لو عملنا حاجه على دافينشي ريزولف وهكذا، يعني الفولدر ده ممكن يكون قابل للزياده معانا شويه. بعد كده اخر حاجه هو فولدر الديليفرد، ده اللي بنحط فيه الفيديو الاساسي او الفيديو الاصلي اللي خلص خالص بعد الريندر وبعد ما عملنا الصوت وبعد ما عملنا الكالرنج وبعد ما عملنا كل حاجه نحطها في الفولدر بتاع الديليفرد ده. ده الفيديو اللي احنا هنسلمه للكلاينت او ده الفيديو اللي احنا طلعنا بيه النتيجه النهائيه من الدرس بتاعنا اللي احنا عملناه. الاستراكشر ده مهم جدا، ممكن تعمله عندك في فولدرات فاضيه كده وتبدا ان انت تاخده كوبي معاك في كل فيديو انت هتعمله جديد او في كل فكره انت هتعملها جديده. صدقني التنظيم دوت هيساعدك كتير جدا 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 في ان انت تعرف الورك فلو بتاعك عامل ازاي وتعرف تطبق التعديلات بتاعتك بشكل مستمر. طيب بما اننا اتكلمنا عن التنظيم وممكن يساعدنا في ايه، انا قلت لكم ان هو هيساعدنا في حاجه اسمها الكراش. احيانا كتير وانت شغال على بلندر نفسه بيعمل كراش. يعني ايه بيعمل كراش؟ يعني بتلاقيه مره واحده وانت شغال يروح جاي قافل معاك. طيب احنا لما يحصل معانا الموضوع دوت هنعمل ايه؟ بلندر برنامج ذكي جدا في حته ان هو بيعمل اوتو سيف كل شويه. بنيجي من هنا من اديت بريفرنسز، هتيجي هنا على السيف اند لود، هتلاقي هنا هو بيعمل سيف اوتو سيف كل دقيقتين. انت ممكن تخلي دي كل دقيقه واحده. هنا بيعمل اوتو سيف بيسيفها في التمب فايل، وهنيجي هنا نقول له سيف بريفرنسز. طيب الفايل بقى لو عمل كراش، لو بلندر عمل كراش معانا بنلاقيه فين؟ هنيجي ندوس على الستارت وبعد كده هنكتب رن، هيتفتح لنا رن بالشكل دوت. هنكتب علامه برسنتج اللي هي علامه في المية وبعد كده نكتب كلمه تمب وعلامه في المية تاني وندوس اوكي. هتلاقيه فتح لنا فولدر فيه حاجات كتير قوي كده. احنا كل اللي احنا هنعمله هنا ان احنا هندوس على ديت موديفاي. ديت موديفاي دي بيعمل ايه؟ هو بيعمل ترتيب للفايلات اللي موجوده دي بالوقت، فبيجيب لك اخر حاجه كانت موجوده ومتسابه في التمب اللي هو الفولدر بتاعنا او الفايل بتاعنا اللي هو بلند اللي احنا كنا فاتحينه دلوقتي دوت. هو ده لو جيت دوست عليه كده دبل كليك هتلاقيه فتح لك فايل بلندر اللي انت كنت لسه فاتحه من شويه على اخر وضع فيه. وانت شغال لو حصل معاك موضوع الكراش دوت ما تقلقش خالص، هو كده كده خلاص بيعمل سيف كل شويه. بعد ما تفتح الفايل بتاعك من التمب هتلاقي الشكل ده. اللون معرفش اسمه ايه اللون دوت، يعني اول ما تشوف اللون دوت عندك عموما بالذات كمان في الريندر كده اعرف ان في حاجه اسمها ميسنج فايل، يعني الفايلات بتاعتك مش موجوده او التكتشرز اللي متوصله مش موجوده في اماكنها. فهنيجي من هنا من فايل وندوس على اكسترنال داتا وبعد كده ندوس على فايند ميسنج فايل. هنختار الفولدر بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه في الاول وحاطين فيه الاسيتس والحاجات بتاعتنا كلها وبعد كده ندوس هنا على فايند ميسنج فايل. هتلاقي اللون ده راح وخلاص كل حاجه رجعت لالوانها الطبيعيه وكل حاجه رجعت في اماكنها تاني. فتعالى نعمل تشيك كده. مثلا لو جينا عند الورلد بتاعتنا ودوسنا هنا على الزرار دوت هتلاقي على طول هو عمل لينك في المكان او لقى الاتش دي ار اي بتاعتي في مكانها الطبيعي عادي جدا وكله بقى تمام.
ودي بتبقى فايده التنظيم. لو انت بقى الاسيتس بتاعتك متنطوره في كل الاماكن وفي كل فولدر شويه، هتلاقي الموضوع صعب جدا ان انت تعرف تلاقيهم، وهتضطر ان انت تعمل لهم لينك بايدك. يعني في حاله زي دي كده انا عملت فايند للميسنج فايلز بتاعتي وهو مش قادر يلاقيها، فلازم اجي من هنا بقى ادوس على الفولدر دوت، هتلاقيه فتح لك الفولدر بالشكل ده. لازم تشوف بقى انت كنت مسيف الاسيتس بتاعتك دي فين، او مسيف الاتش دي ار بتاعتك دي فين، وبعد ما تجيبها تروح دايس، وبعد ما تلاقيها هتلاقي عمل لينك للفايل اللي كان ناقص عندك. انتهت جرعتنا النهارده من اسرار الفي اف اكس، فلو استفدت من الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس انك ممكن تسمعني وتشوفني تاني ممكن تعمل اشتراك على القناه، وما تنساش تعمل لي منشن على البروجكت بعد ما تطبقه وتنزله على الانستجرام، واستنونا في فيديوهات واسرار جديده. سلام.